عندك ليمون 5 ليمونات وعندك كوباية دقيق، تيجي نعمل كيكة. ايه رأيكم؟ طب والله بجد تحفة تحفة تحفة. بص الكيكة بتاعتنا خطيرة. شايفين الجمال؟ شايفين الطراوة؟ شايفين اللون؟ شايفين الجمال ده؟ خطيرة يا جدعان يا جدعان يا جدعان. انا هفتح محل. طب عملنا الكيكة الحلوة الجميلة دي بتاعتنا دي ازاي؟ ماشي. السمك بتاعها جميل وحلو ازاي؟ عملناها ازاي؟ يلا بينا ندخل المطبخ ونشوفها مع بعض، ونوحد لا اله الا الله ونصلي على الرسول، ونحط اللايك عشان خاطر بطة الجندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا من الوهلة الاولى انتوا عرفتوا انا كده راح اعمل ايه. انا راح اعمل ايه؟ يلا قولوا كده انا راح اعمل ايه. خطوة بسيطة هنعملها ان شاء الله. كيكة بالليمون، كيكة الليمون بالخلاط. تمام تمام. المكونات عندي هنا ايه؟ عندي هنا كوباية دقيق، هي تعتبر كوباية ونص، كوباية ونص دقيق. النص دي انا حطاها تحت الطلب، ممكن احتاجها وممكن ما احتاجهاش. تمام. كوباية سكر، السكر حسب رغبتك، انت بتحبي السكر كتير، تحبي الكيكة مسكرة ولا تحبها هادية وحلوة كده. الليمون. تمام. الشكل ده كده هنعصره ونعمل بيه الكيكة. معانا بيضتين، ممكن تزودي الكمية وممكن تقللي الكمية، ده حسب رغبتك. معانا هنا نص كوباية زيت وعليها معلقة سمنة بلدي. حابة تعمليها بزيت صافي، حابة تعمليها بسمنة صافي، حابة تعمليها بزيت وسمنة، دي براحتك. بيكنج باودر، فانيليا. هنحط كل المكونات بتاعتنا ديت في ايه، في ايه، في الخلاط. يلا بينا نعصر الليمون الاول. كده عصرنا الليمون 5 ليمونات اهمت، هنزودهم بالميه بالشكل ده كده. تمام. مش هي بتبقى كده. تمام. يلا بينا نجيب الخلاط ونحط المكونات بتاعتنا. عندك مضرب بيض، عندك اللي عندك. تمام. انا حطيت هنا البيضتين، 2 بيضة. تمام. هنحط السمنة بالزيت بتاعنا. كده حطينا الفانيليا بتاعتنا عشان الزفارة. هنحط السكر، هنضيف السكر. طبعا السكر برغبتك حسب التذوق بتاعك. هنضربهم مع بعض. يلا. طبعا على ما الخليط بتاعنا يندمج مع بعضه هنعمل ايه بقى؟ هنضيف لا معلش انا اسفه. هندهن الصينيه بتاعتنا كده بالزيت وغلفناها، عملنا لها كفر كده من الدقيق جميل كده من جميع الجوانب من كل حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين كده ما فيش نقطه دقيق نازله ولا نقطه زيت. كده الصينيه بتاعتنا. انا بحب الكيكه تبقى ما تبقاش خرطه كبيره قوي كده، بحبها رقيقه حلوه كده. نولع الفرن بقى، نشغل الفرن على ما ايه الكيكه بتاعتنا تندمج. كده ولعت الفرن عشان الفرن يسخن. طبعا من نجاح الكيكه تسخين الفرن. لازم الفرن يسخن الاول وبعدين نهدي النار عشان ندخل الكيكه بحيث انها تبقى حلوه ما تهبطش مننا. هنضيف الليمون. كميه يعني ممكن نضيف الدقيق. تمام. بحيث ان ايه نساعد في الخلاط شويه وبعدين نضيف. كده بقى هنضيف الكيكه بتاعتنا. شايفين بالشكل ده كده. انا بفضها من الخلاط اهوت. طبعا انا استخدمت كوبايه وربع دقيق.
ما استخدمتش الدقيق كله. هنشوف العجينه لما ننزلها من الخلاط. طبعا بالشكل ده كده، دي العجينه بتاعتنا. تمام، احنا ما استخدمناش الا كوبايه وربع دقيق او كوبايه ونص. تمام، العجينه بتاعتنا اهي جميله. هنحط البيكنج باودر بتاعنا، نقلبها مع بعض. اتجاه واحد عشان ما نضيعش الهواء اللي دخل فيها. عندك خلاط، ما عندكش خلاط، عندك مضرب يدوي، عندك مضرب كهرباء، عندك عجانة، بصي اي حاجة بايدك. كانوا جدودنا زمان وامهاتنا زمان كانوا بيعملوا الكيكة بايديهم. تمام، ما عادش في حاجة ازاي بالشكل ده كده. يلا نفضها في الصينية وندخلها الفرن بالشكل ده كده. خطيرة، ممكن تعملها في كوب كيب على فكرة برضو هتبقى جميلة. هنا الكيكة بتاعتنا سويتها اهي بالشكل ده كده. بدأت تشتغل ازاي، شوفوا الفقاقيع دهيت. كل دي معناها ان البيكنج باودر سليم، والكيكة ان شاء الله تبقى جميلة وحلوة. هندخلها الفرن ونشوفها لما تخرج من الفرن ان شاء الله. وحدوا لا اله الا الله وصلوا على الرسول، واللي ناسي اللايك والكلمة الحلوة بتاعته يا ريت يكتبها. كده بقى ايه، هنظبط الساعه بتاعتنا. الساعه دلوقتي 9:10 على الاقل. الكيكه في الفرن متفتحش عليها الباب الا بعد 35 دقيقه، يعني من نص ساعه ل 40 دقيقه. تمام، انا ما ولعتش الشوايه من فوق زي ما انتم شايفين كده. الكيكه بتاعتنا انا ما شغلتش الشوايه برضو كهوت عشان ما حدش يقول الشوايه. انا سايباها في الرف الوسطاني ماشي، بعيد عن تحت وفوق. شايفين، هديها كمان دقيقه وهطلعها من الفرن ان شاء الله. كده بقى نطفي الفرن، نطلع الكيكه بتاعتنا. شايفين الجمال ده، صليتوا على الرسول وحدتوا لا اله الا الله. طبعا انا طفيت عليها وسبتها في الفرن تهدى شويه عشان ما ينفعش اطلعها من جو دافي او سخن لجو بارد. هو الجو حر عامه يعني واحنا بنتشوى طبيعي، بس برضك ما ينفعش عشان ايه ما تقومش هبطانه منك. تمام، بس شايفين اللون الجميل الحلو ده. يلا بينا نخرجها ونشوفها. لا كده انا مش هسكت بقى. شايفين الصينيه، شايفين الكيكه، شايفين جمال الكيكه. بصوا المنظر، انا قلبتها على وشها. طبعا انا قلبها على غطا سلك ببقى غطى بيه وانا بحمر اي حاجه. تمام، ما عنديش منخل عامه، قلبته على دي. شايفين المنظر، الجمال والحلاوه دي والطراوه. الله 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 الله. كيكه الليمون ده ملهاش حل اساسا. تمام، ده دقيق الابيض ده، الابيض ده الدقيق اللي انا دهناه في الصينيه علشان ما تلزقش. شايفين المنظر ده الشكل ده كده، الشكل ده كده. تمام تمام، هنسيبها شويه كده عشان تهدى، شويه كده عشان تهدى. الكيكه اهي حطها على طبق عشان يبقى فيه تهويه تحتها عشان تهدى شويه تبرد الشكل ده كده. نصب بقى كوبايه الشاي. انا حاطه طبعا ربع معلقه سكر. نصب كوبايه الشاي، انا حاطه ربع معلقه سكر ونص معلقه شاي صغيره. تمام، عشان يبقى مع الكيكه بقى، كيكه يبقى فيه شاي. ويا سلام بقى لو شاي بحليب اضرب، يبقى انسى يا عم. تمام، طبعا بقى انا عامله الكيكه ديت ماشي. ما خدتش دوبك يعني هي نص ساعه بالظبط، وسبتها 5 دقايق بعد هي بردت اهي الشكل ده كده. تمام، يلا نقطعها مع بعض بقى ونشوفها. ده بقى اللي بتاع على وشها عشان نقطعها. الجمال ده كده بصراحه
حاجه كده خطيره خطيره خطيره، والطعم مش هقول لكم، الريحه قلب البيت. تمام، يلا بينا نقطعها. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره انت ممكن بدل ما تدهني بالزيت وتعملي الخرط، طبعا انت تعمليها براحتك، بدل ما تدهني بالزيت وتعملي بالدقيق، ممكن تحطي ورق الزبده. تمام، بس انا ما كانش عندي ورق زبده مخلصه، اللي عنده بقى ورق زبده يبقى يجيب لي حبه. تمام يا ريس، بالشكل ده كده. نقوم جايين بقى كده عاملينها زي السمبوسه، حابه تخرطيها خرط خرطيها، خرطيها سمبوسه كده، شكلها تحفه، تدي منظر برضو حلو على فكره. تحاول تحط عليها شربات، تحط عليها عصير، تحط عليها اي حاجه، شوكولاته، براحتك. بس انا عامه بحبها كده مع الشاي، مش محتاجه حاجه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الطراوه والجمال ده. شايفين المنظر؟ شايفين بجد؟ شايفين المنظر؟ برضك يعني خطيرة. تحت بص المنظر، اللون من فوق زي اللون من تحت، وطراوة. شوفوا المنظر، يا لهوي. شوفوا بقى المنظر اللي هو بتاع السمبوسة اللي بقول لكم عليه بقى، تحفة. اللي هو ده نرصها في الطبق ونرجع لبعض تاني. دي الكيكة بتاعتنا النهاردة. كيكة ايه؟ كيكة بالليمون. يا خرابي يا بطة، هتعملي كيكة بالليمون؟ كيكة بالليمون. يلا، عندي 5 بيضات. يلا ندخل مع بعض نشوف الجمال والطراوة والحلاوة دي. دي الأرضية بتاعت الكيكة، ودي الوش بتاعها، كلها زي بعضها، مفيش حاجة مختلفة عن التانية. يلا بينا نقول الطريقة. يلا بينا. بس بجد لو عجبتكم الكيكة بتاعتي قولوا، اكتبوا له، قولوا لي رأيكم. ولو جربتي تعملي الكيكة بالليمون قبل كده يا ريت تقولي لي عملتها ازاي، بنفس الطريقة بتاعتي ولا ضفت عليها حاجة تانية. يلا بينا، ما تنسوش اللايك.